احنا جايين نتكلم عن حاجه اسمها دوره حياه الكومبوننت. ايه دوره حياه الكومبوننت دي يا عم زياد؟ دوره حياه الكومبوننت دي بشكل مختصر وهي نفترض ان الكومبوننت ده محل، او الكومبوننت بتاعي ده محل. المحل ده بيفتح الصبح، بنفتحه بيكون متنظف من بالليل، بندخل فيه الشمس، نشغل القرآن بتاعنا، بنرش المعطر بتاعنا، ويبدأ المحل يشتغل. تبدأ الزباين تخش المحل ده توسخ المحل، وبالليل حد ينظف المحل. فلو جينا هنا بقى للتابلت، قال لك احنا في المورنينج بنعمل ماونتنج وفي النايت بنعمل ام ماونتنج. طب ايه اليوز افكت بقى اللي احنا هنتكلم فيه؟ اليوز افكت وهو العامل الجميل الطيب ده اللي بينظف المحل ورا الزبون. يعني ايه؟ يعني بكل اختصار، المحل بيفتح الصبح بيفتح بالليل. طب انت بتيجي الصبح تلاقيه نضيف ليه؟ عشان في عامل زي ده نظف لي المحل بالليل. ودي حاجه بنسميها ماونتنج وان ماونتنج. نفترض ان انا عامل فورم جوه السايت بتاعي، الفورم ده في مثلا باخد من الزبون بتاعي النيم وباخد بتاعه الايدج. فبعد ما بيكتب الداتا دي المفروض ابعتها للاي بي اي، وانضف داتا النيم والايدج دي عشان ما تتحفظش عندي في الكاش. ونفترض انك اللي بتتفرج عليا بعد ما تخش ورايا على السايت ما يطلعلكش نفس النيم والايدج بتوعي. ده اليوز افكت بكل اختصار. او انا بجيب داتا من اي بي اي زي ما عملنا في جافا سكريبت في الدرس الثالث على ما اظن. بعد ما جبناه الاي بي اي داتا الاي بي اي، عايز اعرضها لليوزر، ولما يوزر تاني يخش اعمل فيتش جديد. طب ليه عايز اعمل فيتش جديد لليوزر ده او اليوزر تاني؟ نفترض ان في برودكت اتضاف جديد، فمش منطقي ان انا افضل محافظ على نفس البرودكتس اللي عندي في الفرونت اند وفي الباك اند اتضافت برودكت. فده بكل اختصار اللي بيعمله اليوز افكت، هو بينظف المحل ورا الزباين. والمحل بتاعنا هنا هو الكود او السيستم او الاركتشر بتاعك، والزباين ان هم الكاستمرز او اليوزرز اللي بيدخلوا عندك في الستور او ايا يكن السايت اللي انت فاتحه.